تخيل ساعة ب8 الصبح وجهك ما مغسله وما متريق، وأول درس رياضيات. تخيل يعني رياضيات عريق، الجذر التربيعي يوقف بزرد ومك، القسمة تكفخ بيك كفخ من الصبح. ايش قد عاجبني يسوون دروس عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. أمنيتي يسوون كتاب اسمه علي. الله، هذا الكتاب ندرس بيه عن الإمام علي عليه السلام، وشرط يحطوه أول درس، هيج نفسنا تنفتح بيه. وشنو هذا الكتاب؟ كل سنة يتجدد، كل سنة جزء جديد، يعني من الأول ابتدائي لحد السادس إعدادي ما يفارقنا. الله، ندرس عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عن حياته، ندرس عن فاطمة الزهراء عليها السلام، عن كل الأئمة. تخيل المدرس يقول لك الباكر عندكم تحضير درس اسمه حب علي. الله، لو يقول لك اليوم راح ناخذ درس اسمه أحب الله من أحب حسينا. لو يقول لك مثلا اليوم ندرس عن سيف ذو الفقار. لو باشر عندكم حفظ ألقاب الإمام علي عليه السلام. لو عن معجزات النبي وأهل بيته. ليش ما يسوون هيك دروس؟ هو أكو أحلى من محمد وآل محمد نقرأ عنهم؟ أصلا ماكو شيء أهم منهم من بعد رب العالمين.